ايه اللي يرضي رسول الله اعمله، ايه اللي يغضبه. يعني هل بالله عليك واحد من الذي اخرج ابنته لترقص على امام الناس او تتعرى امام الناس، لا يعني تتعرى وتخرج عارية، هل بهذا رضي برسول الله نبيا ورسولا؟ هذه نقرة وتلك أخرى. لا، ما فيش نقرات، هي نقرة واحدة. هذه نقرة وهذه نقرة. لا ما هذه نقرة وهذه نقرة، خلاص. ما هو الإنسان يعني هو يظن أن الحسنات تذهبن السيئات. لا. لا ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عظيم جميل. يعني تأثم على الرقص وتثاب على الصلاة. طيب ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. أوديها فين؟ أخبيها تحت المنضدة اللي قاعدين عليها؟ يعني أتعامى عنها؟ أخبي الحديد ده ألغيه؟ الله غفور رحيم يا شيخنا. ايوه نعم، عجيب جميل. غفور رحيم لمن؟ غفور رحيم لمن؟ زي يقول لك ايه يا اخي، الرسول يقول استفتي قلبك، يقول استنى هذه قالها الرسول لصحابي جليل، هذه لا تعمم. قلبي انا وقلبك انت وقلبي ده، وهذا هو ده يقيس؟ ده ضاعت الدنيا، ليس حجه، وضاعت الاخره. صحيح. لا، القلب المليء بالهوى يستفتى في ماذا؟ لا القلب المليء بالرضا. واين هذه؟ اين الذي ليس له الا كان الامام احمد يقول ايه؟ يقول الفقه عندي كتاب وسنه ولا ادري. بس ولا ادري مع سلامه يا عم، لا نبتغي كتاب وسنه ولا لم يجد فيما لا أدري. الله اعلم. هل ترى مسلما ما شاء الله الفتية ما شاء الله يعني هل تجلس مع مسلم يقول لك الله اعلم؟ اساله اي سؤال في الدين يعلم كل شيء، سوف يجيبك سبحان الله. يعني ابن مسعود يقول احدكم 10 فتاوى في اليوم، 10 فتاوى، يعني ده كان قليل. يعني ابن مسعود يعني ذعر من 10. لو سئل عمر في واحده لجمع لها اهل بدر. لكن هو قاعد يحلل ويحرم، ده جالس امام التلفاز السيجار في فمه واضعا قدم على قدم. لا يعني هذا الحديث انا اشك فيه. تقول له انت عارف حديث؟ لا، اصل الحكايه بالمخ. مخ اي مخ؟ هو في اثبات ان في مخ اساسا؟ فالمصيبه انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ياتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شبعان. انظر الى الرسول وكانه يصور. سبحان الله يصور كما سبحان الله وهو متكئ على اريكته شبعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. انظروا، كان الرسول يزورنا في بيوتنا ليرى هذا المعترض، سبحان الله العظيم. يا اخي لا اله الا الله. يعني انت تقول له يا اخي هذه المساله قال الله فيها كذا، يجلس المستمع للمحاضره يقول المحاضر ان نظريه النقود يقول فيها كنز كذا وكذا، وكارل ماركس يقول كذا وكذا، فيهز المستمع راسه. نعم. اما داروين في النشوء والارتقاء فيقول كذا، ولا مارك في قانون الطفره يقول كذا وكذا، ويقول السير جيمس في قضيه الفلك كذا وكذا. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ بالله عليك يا اخي صحيح، ماذا تقول له؟ قبل كلام كارل ماركس دون جدل؟ قبل نظريه كينز في النقود وما قال لا مارك في الطفره عند الحديث تلجلج. لماذا؟ اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين يا رب العالمين. نحن نتكلم عن الرضا. نعم صحيح. نعم. طيب يعني لننزل الى الواقع الان ونقيم حاله الرضا الموجوده لدى المسلمين. هل تراهم كداعية اسلامي في حاله رضا تام ام ماذا ترى فيهم الان؟ بعض ممن اعرف او كثير مما اعرف بفضل الله عنده من الرضا يعني بفضل الله ما تقر به عين المسلم والمؤمن، وكثير من الناس عافانا الله واياك في حاله تململ وسخط وتضجر وضجر مستمر ليل نهار. ولذلك هذه الامراض التي ابتلي بها الناس سبحان الله العظيم من ضغط العصب والتوتر والى اخره. نعم. على اي شجره نبتت هذه الامراض؟ على عدم الرضا. لكن الانسان الراضي انسان يتقبل الحياه بقبول حسن، يعني انسان لا يراها من داخل ستاره ونظاره سوداء، وانما يستشرف من حجب الغيب الخير.
أما ذكرنا من قبل هذا المتفائل الذي قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. بارك الله فيك، ما شاء الله. فإذا نور الله أشرق في قلب العبد صار راضيا. فحقيقة الأمر بعودة أو بيقظة المسلمين الحالية التي نراها الصحوة الآن، نعم. يعني هذا دليل على دخول المسلمين إلى باب الرضا، وهذا شيء طيب. هذا يعني هذه من المبشرات أن نرى هؤلاء أخواتنا الفضليات وبناتنا المحجبات وشبابنا الصالح في المسجد وكبارنا بفضل، يعني سبحان الله، لنرى الصورة الحسنة. صحيح. نعم. لننظر إلى غد ونحن نتفائل بقدوم الرضا وعمومه وشمول المسلمين جميعا إن شاء الله. لابد.